خد لا تعالى قول ايه في مفيش حاجه علينا. كان في وخلص ومنعت ليه بس كده؟ ويجز بطل ودلعت. ان شاء الله تبقى احلى ربط في الدنيا كلها. ماشي فيها. طبعا يا جدعان ويجز نزل بشلوت، وانا بصراحه من الناس اللي بتتكيف جدا لما ويجز يعوج بقه على الخلق. يا مراري يا مراري. الاغنيه غريبه وفيها سبليمينال مسجز او مش رسائل مخفيه قوي، على قد ما كان ويجز عايز يطلع كلمتين جواه في اغنيه زي ما بيعمل، بس مش كل الناس هتفهمها، فتعالوا نشوف ويجز بيقول ايه. حلوه منك قد السن. بس قبل ما ندخل كده على التحليل، وبما اننا مهزئين ومفيش حد بيعمل عندنا اعلانات، فاحنا هنعمل اعلان للاستوديو بتاعنا واحب اقول لكل حد هيجري الاعلان: انت راجل مش جدع. لودد استوديو هو استوديو تسجيل صوت بامكانيات عاليه وعزل كامل للمكان وتكييفات للاوضتين، ايا كان اللي هتحتاجه لو شركه وعايز تسجل بودكاست او تعمل فويس اوفر، او لو فنان وعايز تعمل اغنيتك كامله عندنا موجود. الاوضه الاولى هي اوضه التسجيل، ودي بيكون فيها المايك والمكان اللي انت بتسجل فيه اغنيتك، وفيها اكتر من مايك بس اهم واحد فيهم هو النويمان يو 87 AI، وده اللي بيسجل بيه كاني ويست وكتير من المشاهير بره. بعد كده هنخش على الاوضه الثانيه. استنى، انت هتجري ولا ايه؟ اصبر. الأوضة التانية هي الكنترول روم، اللي بيكون قاعد فيها مهندس الصوت مع الفنان عشان يتفقوا على شكل الأغنية والفورميولا بتاعت التراك، وبيسمعوا كل إليمنت في الأغنية صح عشان العزل والسبيكرز الموجودة توب نوتش. وفي أكتر من بندل للتسجيل بأسعار كويسة عندنا لو حابب تسجل أو تعمل ميوزك برودكشن كامل عبارة عن موسيقى وتسجيل وهندسة صوتية. ابعت لنا على الانستجرام أو الرقم اللي موجود هناك، لينك انستجرام الاستوديو في الديسكريبشن. تعالوا بقى نشوف وجوزة بيقول إيه. حلوه منك قد سنك، ضربتي ضرب العادي في 6. حلوة منك قد سنك او حلوة منك على قد سنك، بس الفكرة ان دي اللغة. احنا عندنا هنا العيال اصلا بتتكلم مع بعض، ما حدش فاهم، ما حدش سامع حد، ما حدش يعني فاهم، اللي هو تبقى ماشي كده يا زميلي. وضربتي ضرب العادي اللي هو شبهكوا يعني في 6، وضرب اللي هي الضرب بتاع الخناقة او عملية الضرب في الحساب. يا ريت تهزيه يقل منك، ده اللي لاحظوا فيكوا يا سعد. حلو البرده فشخ، لان فكرته ان انا لو هزقتكوا مش هقل منكوا، لا ده تهزيقي ليكوا هيصيدكوا، ويا سعد ويا هنال اللي هذكر اسمه فيكوا عشان هشهر. كان في وخلص ومنعت ويجز بطل ودلعت. كان في وخلص ومنعته دي راجعه على فكره ان ويجز خلاص مش هيعمل تراكات زي هصله واسياد الصوت تاني ويطلع حد على قفاه، وكلمه نعته معناها الصفه، يعني ويجز بيتقال عليه بطل في اي مكان. فمش تحدي على شعب مش مادي انا بلعب. اسمعوا كده البار ده دلوقتي، وبعدين في اخر الفيديو هسمعه لكم تاني عشان في حوار في القفل. تاخرنيش انا طبطنيش تبات في بطن. طيب ركز معايا كده، اما بتيجي تقول ان حد نصب على حد بس بالطريقه، بتقول ده واكله في فلوس او واكله في 1000 جنيه مثلا، فهنا بيقول لاي جهه بقى بيتعامل معاها: انا ما بتاكلش، مش هتقبضني، هتبات في بطني، او انا اللي هاكلك حرفيا. عامل فيها ما شفتكش، العبها خرصه العبها مالتي. بعد ما هياكله مش هيفكر فيه وكانه ما شافوش قبل كده اصلا. وفكره العبها خرصه دي بتتقال لما حد بيشتغل في صمت، بس ما سابهاش كده، قالك ان انا بقسم مع ناس معينه قوي وهم الكرو بتاعي، فلما بنلعب كتيبه جاهزه على رنه، يحضرها ليه بالحفله دارنا. هنا ويجز يقصد ان ناسه موجوده، ويوم ما هيقول ان معاه مشكله او حتى حفله هيجوا في الحلو وفي المر. بعدها قالك قالب الحفله دارنا. برضه الصياعه في استخدام كلمه كتيبه وحفله مع بعض، لان الكتيبه بتيجي في الدك، والحفله ممكن تتعمل على واحد او الاخصام، وممكن تبقى حفله بيغني فيها. عندكم الضربه بتجلي، عندنا الضربه بتشيع. ضربتكم ما بتصيبش بس ضربتنا بتموت، ولو جيت حسبتها كلمه ضربه تمشي بالانجليزي هيت، او بمعنى الاغنيه اللي بتبيع كتير وبتتسمع. عندكم الركبه بتسيع، عندنا الرزق جايب له التزييق بقى والخشونه وعلامات الشيخوخه على البني ادم. هنا ويجز بيقول ان هو لسه صغير وفيه حيل، بس انت عجزت وركبك بتزيق، وانا هنا لسه بعمل في ارانب. اجيب لك واحد؟ قلنا المدينه مش هتساعد، مش رجوله مش هتساعدنا، مش صالحنا ومش طبعنا. نفس فكره الضربه اللي كان بيتكلم عليها ويجز، وبيقول ان المركبه ما بتشيلش غير رايس واحد، وبيقتبس من اغنيه لقطه: لو مش رجولة مش صالحنا ومش تبع الدنيا مش هتساعد. لو هنا بوزهم لو درانا. حطوا لي بقى علامه على دي كده عشان هنا هتبتدي الرسائل المخفيه. مش فاكرهم بعلمهم، ضربه بتنتشر باراشوش، تلعب الصوت على كذا كور. ما بديهمش شرف المواجهه او انهم يشوفوني، لان انا وقتي بفلوس ومش فاضلهم، بس بعلمهم بصوتي. بعدها بيقول لك ضربه بتنتشر باراشوت، وده مش الباراشوت اللي بتنط بيه من الطياره، لا ده اللي كان بيستخدمه الالتراس في الفايتس، وهو نوع من الالعاب الناريه بيبقى عامل زي الرصاصه وبيصيب كتير، وده زي صوته بالظبط. اما بيخبط المايك بيلعب الاصوات على كذا كورد، ولو حسبتها من
حته تانية هيبقى قصده على كلامه اللي كله بيطلع ياخده على صدره، زي اخر ستوري لويجز لما طلع كذا حد منهم فرغلي وعنبه، اللي هو قالك على ويجز الواد ده غلبان، وراح ركب الترند وعمل اغنيه افرو بوب. جروح غويطة واصابات، شباب حويطة مش عصابات. في مثل بيقولك محدش بيتعلم ببلاش، وده اللي بيتكلم فيه ويجز انه ما شافش في الدنيا قليل، ودلوقتي بقى عارف يوازنها، لا هي ماشيه عصابات ولا هو عبيط وهيتضحك عليه. شباب ملمة بالمناط، عسالين بنعملوا الخل. دي نفس فكره خبرته في الحياه، وانه ليه في كل خرابه عفريت، وعلى المبدأ والسليم بقى يعامل الناس. نادر اما يكرهنا حد، وارد اوي يكرهنا كلب، وارد اوي يكرهنا قط. طيب بص الترتيب ده كده معايا وركز. قالك نادر جدا لما يكرهنا بني ادم عشان احنا بنتعامل مع الكل على السليم زي ما قال في البار اللي قبله. بعد كده بيرتبها. الكلب هنا مش قصده بيه الحيوان، لان كله عارف ان الكلب وفي جدا لصاحبه، قصده هنا كلاب المال اللي بقوا حواليه، فطبيعي جدا كلب المال يكرهه عشان هو ما بيدلوش اللي هو عايزه. انا اي حد عايز مني حاجه مش هديها له، عارف النوعيه دي من الاشخاص. بس بقى اول ما بحس ان الشخص بيحاول ياخد مني حاجه معينه ما تديهالوش. بعد كده برضه القطط معروفه بانها بتاكل وتنكر، ودي اكتر صفه مشهوره بيها، فبرضه طبيعي ان الناس اللي ما بيتمرش فيها العشره حواليه تكرهه لانه بيعاملهم بالمثل. وبعدها بيقول جامد اوي جري الفار. عدينا على كل دول، بس في الاخر انا مش شايفكم غير فران، واللي من صفاتها انها بتجري اول ما بتلاقي حركه في المكان من الشخص، فانا جامد جدا وكلكم فران. استاذ فهم تلاميذ عارفين خبايا وتعاليز. عارف اما الاستاذ يدخل الفصل ويقول قيام فالفصل كله يتنطر ويقوم يقف؟ هو ده بالظبط. والدهاليز دي الشوارع الصغيره والمكن بتاعت المناطق، عشان هو قالك قبل كده شباب ملمة بالمناطق. بس زي ما تمشي على المناطق تمشي على صناعه المزيكا، ان ويجز عارف خبايا اللعبه، فلما بينزل باغنيه بيجيب من الاخر. انا وشي في كل براويز بتشوفنا عيال تشفك. البراويز هنا يقصد بيها البوسترات في الشارع والبيل بوردز اللي في كل حته، وبعدها بيقول انا عارف ان انت بتنتش مني وتيجي شويه عيال صغيره تشف منك، فكلكم تبقوا نسخ فيك مني. وبعدها بيقول ان انت لو شفيت مني دلوقتي او قبل كده الايام هتوريك. مبصر بالبصيره مش بالبصر، بابا بالتريقه كله بالتريقه. بوبس دي سلانج لكلمه بابا، والبصيره وبنبصر مختلفين عن بعض، لان البصيره هي ان الشخص يكون شواف وبيقرا الدنيا بسرعه، لكن بنبصر هنا قصده بيها انه ما بيبصش في رزق حد. وبرضه تمشي ان انا بابا بدماغي وبصيرتي، بس ما جاتش معايا بصره، والبصره دي بتيجي في الكوتشينه بالحظ، فلا هي ما جاتش معايا حظ. ابن السوق يبيع اكتر من يوقفني، بعمل الدخله كله يسقف لي، كله محلس. من البلد واللي جابها من تحت، الناس اللي تحت هتحبه عشان هو شبههم، وجمهوره مش هيقف عند فئه معينه من الناس، لا الكل هيحبه فهيبيع اكتر. بعديها بيتكلم على عيشته فوق وان اللي بيعمله مختلف، فبيخلي الكل يحك فيه ويسقف له ويموت عشان يقعد معاه ولا يبقى في دايرته. انا مش متابع رزقي، بجري. وبعد كل الحك والتلزيق والمحلسه، ويجز ما عندوش وقت لكل ده، علشان على اكل عيشه ورزقه بيجري. حوار جديه وخطيفه، وشي قاله ده في جريمه. طيب الحته دي مع الحته الاولى اللي قلت لك علم عليها بتاعت الرسائل المخفيه، لوينا بوزهم لو درانا، وكمان ضيف عليهم نزلني فتش الكابينه، الحمد لله صحيفه نضيفه. وقدام شويه بيقول البار ده حمايتك نامت بوس الخاتم. الكلام هنا واخد حته تانية خالص، لان ويجز مفيش حد في الوسط هيعرف يلوي دراعه. وفي موقف حصل معاه بيقول فيه ان وشه قال للشخص اللي فتشه ان في جريمه، وبعدين استخدم كلمه حمايه لما قال حمايتك نامت بوس الخاتم، ودي بتتقال على الشخص اللي معاه السلطه وبيحمي اللي حواليه، فاللي حواليه بيقدموا له فروض الولاء والطاعه وبيبوس الخاتم بتاعه، ويرد بعدها على طول ويقول الناقص بس يهين الخادم. الناقص بس اللي بيهين الخادم، يعني اللي هيخليك تبوس الخاتم هو ده الناقص. فكده اكيد دي مواقف حصلت معاه وحب يطلعها في الاغنيه عشان ما عندوش مكان تاني يطلعها فيه. ولو ما فهمتش ماليش فيه. انا ماشي بالدعاء، انا ماشي بالصدر، انا ماشي بالبشله وراكن الفرد. بيأكد انه في السليم هنا، وانه مش بلطجي وما بيمشيش بسلاح ولا بيشيل ممنوعات، وماشيه معاه بدعاء والدته وستر ربنا عليه، او مش هتعرف تمسك عليه حاجه من الاخر. تعالى بقى لاخر حته في الاغنيه والبس السماعه، وهات لي الحته اللي قلت لك اننا هنتكلم عليها في القفله. مش معدي انا بلعب. تمام، دي اول مره قالها عادي. تعالى بقى في اخر الاغنيه خالص واسمع كده. مش معدي انا بلعبه. حلو قوي. سمعت ايه بالظبط؟ دي بقى الصياعه في الهندسه الصوتيه. لو انت لابس سماعه هتسمع بلعبه جايه مره من الفرده اليمين، بعد كده مره تانية في الفرده الشمال، وكانه عايز يوصل بالصوت مشهد لنفسه وهو بيلاعب اللي قدامه، او بيتنطط بالموس اللي ذكره في البار برضه. وعشان كده انا قلت لكم في الاول ان انا بتكيف قوي لما ويجز بيعوج بقه على الناس. ده اللي لاحظوا فيكوا ايا سعد، كان في وخلص ومنعت ويجز بطل.